تحريمها التكبير وتحريمها التسليم. الله أكبر، دخلت في معية الله عز وجل، ودخلت في المقابلة مع ربك، فأنت تناجي ربك. فكان من الواجب أن نغلق هذا الجهاز حتى نتمعن في الصلاة وحتى يحصل الخشوع. طب نسيت ورن عليك، مديت ايدك كنسل، رن كنسل، رن كنسل، شغلك في الصلاة وشغلت من حولك، واللي جنبك ده برضه هتقفل يا عم التليفون، انشغل حتى وإن كان بذكر الله عز وجل. فلا يجوز التشويش على المصلي في هذا البيت وإن كان بقراءة القرآن. واحد بيصلي جنبك وانت ماسك المصحف وتقرأ القرآن، وفي أفضل من كلام ربنا سبحانه وتعالى، مفيش أفضل من كده. بس قال لك لا، ما تشوش على المصلي وإن كان بقراءة القرآن. طب بيرن عليك وانشغلت، لا، طلع التليفون واقفل التليفون خالص. يجوز لك هذا في الصلاة، يجوز لك انك تطلع، ما تقولش لا ده لا، طلع التليفون واقفل التليفون وخلاص. اقطع الشيطان اللي عمال يشغلك ده، وخلى الراجل الثاني يتصل عليك وهو مش عارف انك في الصلاة او بعيد او بعيد، الله اعلم. خلاص، ده الامر الاولاني. الامر الثاني، حينما يدخل الامام في الصلاه ويكبر الله اكبر، لسه ما ركعش، وتلاقي في ناس يا معاه مساواه يا اما سبق. قال لك المساواه مكروهه والسباق حرام. يا اما لسه بيرفع ايده، تلاقي اللي ورايا بيستعجل ونزل ايده ورفع ايده عن مسلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ صلوا كما رايتموني اصلي. هذا حديث. الحديث الاخر يقول انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا سجد فاسجدوا. بعد ما يكبر الله اكبر وانت واقف مطمئن، طب هتخلص قبله؟ خلص قبله ولا ايه؟ ينفع الخلص قبل الامام؟ ما ينفعش. يبقى هو كبر، انت انتظر ثواني حتى يرجع. واحد كبر واقف لسه، راجل كبير وعمال ينزل او شيخ او ما شابه ذلك، عما ينتقل من ركن الى ركن، خد بضع ثواني وانت سريع مثلا، لا، انتظر حتى يركع. طب انا مش شايفك، خلاص انت ما عليك الا ان ينتهي من النداء وانت تلبي خلف النداء. يعني في واحد مثلا كنا بنصلي وراه امبارح، فيقول مثلا يكبر من القيام الى السجود، يا عم حرام عليك. لا، خطر، انت تقطع الله اكبر. والتكبير يكون بين الحركتين، بين القيام والركوع، بين القيام والسجود، مش الله اكبر وبعدين ينزل. لا. طيب انت دلوقتي بتسويه، لا، ما ينفعش، لا يجوز. طب بتسبقه، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا الرجل الذي يسبق الامام ياتي يوم القيامه وجهه كوجه الحمار والعياذ بالله. دول اذا ما تكلمنا عن القران ما زلنا نتكلم عن القران. قال تعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى وبينات للناس. هدى، انت تلتمس الهدى من القران. ونذكر قصه نختم بها سريعا. القصه
القصة دي بتقول إيه يا جماعة؟ إن القرآن فيه شفاء، شفاء ورحمة لما في الصدور. طيب هل القرآن شفاء قلبي ولا شفاء بدني؟ قال لك الاثنين معا. انت لما تقرا القرآن وتتفاعل مع القرآن تلاقي نفسك عندك الطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى إذا القلوب تطمئن وأفضل الذكر هو القرآن. وقال لك شفاء ورحمة لما في الصدور. أبا سعيد الخدري يقول قصة الفجر له قصة برضه دلوقتي مع سيدنا أبا سعيد الخدري كان ينطلق مع نفر من أصحابه فمروا بقريته ونزلوا بها. السفر كان بقى بالأسابيع والشهور ومشقة والأرض الصعبة وأرض الحجاز أرض حرة وما شابه ذلك. فنزلوا بقريتهم فأرادوا أن يستضافوا فلم يضيفوهما. طلبوا الضيافة من أهل القرية. أهل القرية عندهم بخل. فأبا سعيد الخدري هذا الصحابي نصلي الفجر تجي، نصلي الفجر مسيح وجلس ليستريح حتى يواصل. فجه سيد القوم بتاع القرية دي، سيد الحي لدغ لدغته عقرب. فطبعا مريض والعقرب سم دخل في الجسد. فجاء رجل من عند هذا السيد وذهب الى ابي سعيد الخدري عشان تعرف بس الشفاء شفاء جسدي وقلبي. جه الرجل من هذه القريه ورحمه هؤلاء الصحابه قال هل فيكم من راقي؟ قال ابا سعيد الخدري قال نعم انا ارقي. قال هل فيكم من راقي عن معالج؟ في حد فيكم يعالج؟ قال ابو سعيد قال نعم انا ارقي. فقال ان سيد الحي قد لدغته عقرب قد لدغ. فقال ابا سعيد انا ارقي ولكن بشرط ان تجعلوا لي جهدا. انا ارقي بس بشرط تدوني اجر. خلاص الناس بخيله. طيب هل يجوز للراقي ان ياخذ فلوس؟ يجوز. هل يجوز لمحفظ القران ان ياخذ؟ يجوز. بس هتقول لي هل يجوز للمقري اللي بيجي الصيد ياخذ فلوس هذه المال الباهظ 5000 و10000 و15000 و20000 في ربع او ربعين او ما شابه ذلك؟ اقول لك ان الاصل باطل. الصرادق اصلا باطل. هو العذاب انت ما تكلفش نفسك على راي واحد يقول لك هو موت وخراب ديار. لا، انت تعمل العذاب في اي مكان وبالطريقه المبسطه جدا. نعم. قال انا ارقي حتى ولكن تجعلوا لي اجرا. قالوا نعم وافقوا. سيد الحي الكبير بتاعهم رئيس ملك البلد العمده الوزير اي حاجه المحافظ الوزير. فراح معاهم ونظر الى سيد الحي فتفل عليه من بعيد. التفل اللي هو جاي يعني انت متخيل تقرا على ميه وهذا يعني حاجه خد ميه هواء ينفس من الفم الى هذا الماء. فتفل عليه ابا سعيد من بعيد وقرأ عليه سورة الفاتحة. سورة الفاتحة اللي احنا مستهلكين بيه اللي الأطفال كلهم حافظينها. فتفل عليه وقرأ عليه سورة الفاتحة فقام كأننا نشط من أحوال. أم وقف وانقضى. ليه؟ بفضل قراءة القرآن. ولكن هذا هو أبو سعيد الخدري
صحابي من صحابة رسول الله أين قلبه الآن؟ واحد يقول لك يا ده قرأت عليه فتحة 100 مرة. ماشي، ما هو قلبك فين من القرآن؟ هل أنت عندك إيمان؟ هو اللي عمل لي. يكتفي هذا الأمر؟ لو في جبن، لو في مرض، لو في كذا، يشفى بفضل الله عز وجل. إذا عباد الله، فلما قام كأنما نشط من عقال، جعل الرجل جعلا من غنم، خد شوية غنم كده وقام ماشي. طبعا الصحابة انكرت عليه، انت عملت حاجة الصحابة ما عملتهاش ولا الرسول عملها، فامتنعوا عن الاكل او الاخذ من هذه الغنيمة او هذا الجوع، هذا الاكل. فلما ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه الخبر، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. وطالما ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ايه؟ اجر الامر. قال له وما يدريك ان الفاتحه رقيه؟ قال اقتسموا واضربوا لي معكم بسام. يعني لو جبتوا لي حاجه هديه من دول ماشي. علشان ايه؟ يطمن الصحابه اللي انكرت انت عملت حاجه غلط. لازم نرجع للرسول ونساله. فالرسول اقر وقال لهم هاتوا لنا علشان ده امر